هل شاهدت يوما كيف يمكن استخدام إطار سيارة لسحب جذور شجرة قوية؟ هنا يحدث شيء مذهل. بدلا من السحب بشكل مباشر إلى الجانب، يقوم العامل بتثبيت سلسلة على إطار السيارة أو الجرار ليعمل الإطار كسلسلة رفع قوية. هذه التقنية تحول اتجاه القوة من مجرد سحب جانبي إلى رفع الجزء العلوي من الجذور إلى الأعلى، مما يقلل من الاحتكاك بينها وبين الأرض. الاحتكاك هو العدو الأول عند محاولة إزالة جذور الشجر، لأنه يجعل العملية مرهقة وصعبة للغاية. لكن بتغيير اتجاه القوة للأعلى، يصبح من الأسهل كثيرا تحرير الجذور، وهذا يعني جهد أقل ووقت أقل في إزالة الشجرة. الرافعة الناتجة عن هذا النظام توزع القوة بشكل أفضل، فتدفع الجذور بقوة للأمام وتسهل عملية الفك. وهي طريقة ذكية جدا يعتمدها عمال الغابات والفلاحون، لأنها توفر الوقت والجهد وتقلل من تلف المعدات. هذا الابتكار البسيط يظهر لنا كيف يمكن للأفكار الهندسية أن تغير طريقة عملنا اليومية، حتى في أبسط الأمور مثل إزالة جذور الأشجار. هل تعلم أن هذه الطريقة تستخدم أيضا في إزالة جذور الأشجار الكبيرة في غابات كاملة؟ ومع مرور الوقت، تطورت لتشمل أجهزة متخصصة وأطر قوية جدا تساعد في الأعمال الزراعية والبناء. لذا، في المرة القادمة التي ترى فيها شجرة تزال بسهولة، تذكر أن السر قد يكون في طريقة سحبها باستخدام الإطار كرافعة فعالة.